أنا أقول أن إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، فكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار. في نبوءة مرعبة بتقول إن إسرائيل مش هتكمل بعد 2027. الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس قال سنة 2004 إسرائيل مش هتعيش أكتر من 27 سنة من دلوقتي، يعني نهايتها قربت. والغريب إن كل دولة يهودية في التاريخ اختفت قبل ما تكمل 80 سنة. وإسرائيل اتأسست سنة 1948، يعني داخلين على العقد التامن دلوقتي. مش بس شيوخ، حتى مؤرخين إسرائيليين نفسهم قالوا إن إسرائيل مش مستقرة وممكن تنهار من جواها. احتلال، حروب، وانقسام داخلي. هل فعلا النهاية قربت؟ ولا دي مجرد صدفة وتاريخ بيتكرر؟ اكتب لي في الكومنت، هل إسرائيل فعلا هتختفي سنة 2027 ولا دي كلها نبوءات وخيال؟ أنا أقول أن إسرائيل بائدة إن شاء الله في القرن القادم في الربع الأول منه، وبالتحديد أنا بقول 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة.